صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا اسمي سمر، ها بقولها تاني عشان في لسه ناس ما تعرفش اسمي. ودي قناتي صديقة الكون، ويلا بينا نبتدي النهاردة. انا النهاردة عايزة اتكلم معاكم في موضوع يهم ناس كتير قوي. طيب هو ايه الموضوع بالظبط؟ انه انا دلوقتي متفق على شغل بمرتب محدد، وعدد ساعات الشغل مثلا 8 ساعات 9 ساعات على حسب ما انت هتكون متفق، يعني تمام. المهم بقى خلاص انت مستعد ورايح الشغل بتاعك، فعايز تثبت بقى انك واد جامد وشاطر وفاهم ويعتمد عليك وزي الفل عشان بقى تكبر وتترقى بقى وبنات انت المستقبل كله، ماشي حلو. رحنا الشغل، لقيت بقى ايه، انا عايز اكسب زمايلي. مش عايز حد يتكلم عليا وحش، مش عايز حد ان هو يديني اسفين مثلا، او انه يسبب لي مشاكل في الشغل. ف يقول لي مثلا ايه، انا مش قادر اعمل الحاجات دي، طب والنبي تعملها بدالي بس عشان أنا عندي حاجة هعملها مش عارفة ايه. فطبعا تقول له حاضر من عينيا ومش عارفة ايه عشان تكسب رضاه، عشان تكون محبة للناس اللي حواليك. طب هل هو بيعمل معاك نفس الحاجات دي؟ دي حاجة. اخدت انت وعملت الشغل بداله. طيب جينا في نص اليوم بيبقى ليك بريك. لا، انا بريك ايه وبتاع ايه، انا عندي شغل كتير محتاجة اخلصه. تتكفى على وشك وعلى المكتب وعلى الشغل، وتبقى منكب عليه، وتبقى مش قادر تقوم علشان خاطر عايز تخلص كله 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 كله. طيب وبعدين فيطلبوا منك انه بالله عليك ممكن بس والنبي تقعد بس الساعتين بتوع بالليل النهاردة، عشان بس ما فيش حد موجود. بعد يومين معلش بس، او عشان فلان راح في حتة، وبدأت الحاجة تتكرر. طب يا ترى بقى انت بتاخد بونص او مكافأة على عدد الساعات الزيادة اللي انت بتقعدهم عن شغلك؟ لا. بعد فترة من الوقت، الله، هما زمايلي اتغيروا معايا، هو المدير كمان مش مقدرني، يعني انا قايد له صوابع العشرة شبع برضه مش نافع. ده فلان بيعمل كذا وحطه فوق دماغه، ده مش عارفة مين عمل ايه. احنا عندنا بقى هنا المشكلة الكبيرة حاجتين. وتفضل بقى تقول لنفسك ايه، انا بني ادم فاشل، وتفضل طبعا تروح كل شغل ويتكرر المواضيع دي معاك. تقعد تقول لنفسك انا فاشل، انا مش نافع، ده ايه الحظ دوت، انا دايما حظي كده، وتقعد تندب على نفسك. طيب هو انت ليه متوقع انه انت لما تعمل نفس الخطوات كل مرة متوقع نتيجة مختلفة؟ ليه؟ لا طبعا ده ما بيحصلش غير لو احنا غيرنا الخطوات بتاعتنا، بالتالي هنلاقي انه في نتيجة مختلفة. طيب المشكلة هنا بقى تكمن في ايه؟ اول حاجة تكمن المشكلة انه حضرتك ما بتقدرش نفسك. يعني ايه ما بقدرش نفسي؟ يعني زي ما بنقول كده ان كل ما هو من الداخل بيطلع للخارج. ازاي يعني؟ يعني انا شايف نفسي ان ممكن فلان يبهدلني عادي، المهم ان انا اخد مصلحتي. ان ممكن المدير يجي عليا مفيش مشكلة بس عشان اكمل في الشغل. مفيش مشكلة انه انا اشتغل عدد ساعات اكتر، المهم ان انا في الاخر هاخد مرتب وخلاص بقى، وهو في حد لاقي شغل؟ ده البلد بايظة. طب ما الحالة الاقتصادية على الناس كلها، احنا اللي بنعمل الفلوس. انت لو مش بتقدر نفسك مهما عملت، التفاني في اي حاجة ده مش صح. ان انت تتفانى في شغلك وتيجي على نفسك وما تاخدش راحة، ده مش هيخلي اللي قدامك يقدرك، لا، هيشوف ان هو مهما عمل فيك انت برضو قاعد. فانت لازم تعمل لنفسك تقدير، تقول لا انا هشتغل عدد ساعات العمل المعينة، اي زيادة عليها في عدد الساعات انا هاخد مرتب بتاعها. دي حاجة. لما تيجي مرة ما فيش مشكلة تعمل دوت، لكن مش كل يوم، مش كل اسبوع، مش على طول. تمام. لما زميلك يجي يقولك اعمل الحاجة دي بدالي، ماشي هعملها مرة من باب الزمالة من باب الحب، لكن مش هبقى انا المضحي، مش هبقى انا الخروف بتاع الشغل، مش هبقى انا اللي كل الناس بتخليني اعمل لها شغلها. وفي الاخر هم بياخدوا شغل، يعني بياخدوا المرتب بتاعهم ويكونوا فرحانين، وممكن كمان ياخدوا فلوس تانية ازيد. دي حاجة. الحاجة التانية، انت مش محتاج تكون ملفت، ولا محتاج ان انت تجذب
الاهتمام مثلا، او ان الناس كلها تكون بتبص عليك. شغلك هو اللي هيبرز ده. مش محتاج تتكلم كتير، اللي بيتكلم كتير ما بيعملش، اللي بيعمل هو اللي بيودي او بيورينا نتائج حلوة. طب ما انا بشتغل كتير، ما هو انت بتشتغل كتير بس ما بتقدرش نفسك، فهم اصلا شايفينك مهما عملنا فيه، بهدلناه، شتمناه، حصل اي حاجة، هيكمل برضو الشغل معانا. تالت حاجة، ما تقارنش نفسك بغيرك. انت مالكش دعوة بفلان عمل ايه ووصل لايه، انت خليك في نفسك. كل واحد حياته مختلفة وظروفه مختلفة ومواقفه مختلفة. خليك في نفسك، انت مش بني ادم فاشل، انت بس فاقد الفكرة هتبتدي منين علشان تبتدي تشتغل صح. وقت لما هتقدر نفسك، صدقني كل حاجة في الكون هتقدرك. يومكم جميل.